النهاردة هنتعلم الاتجاهات والسؤال عنها بالألماني. لينكس يعني يسارا، غشتس يعني يمينا، غادي أوس يعني إلى الأمام مباشرة. طيب، فو إست ديا هوب بانهوف. فو يعني أين، وإست هو فعل الكينونة يعني يكون، وديا هي الأداة بتاعة هوب بانهوف. كلها على بعضها أين تقع محطة القطار الرئيسية. هنا هوب بانهوف دي تعتبر كلمة مركبة. تمام، هوب يعني الرئيسية أو الأساسية، وبانهوف القطار. وهنا الكلمة دي بتاخد الأداة بتاعة الكلمة الأساسية اللي هي بانهوف، وبانهوف بتاخد دي عشان هي مذكر، فعشان كده قلنا دي هوب بانهوف. لما نيجي نرد على السؤال ده هنقول مثلا دي بانهوف ist hier geradeaus. وعندنا هنا كلمة هي يعني هنا، فهيكون معناها محطة القطار هنا إلى الأمام مباشرة. كلمة geradeaus عبارة عن مقطعين، gerade يعني للأمام أو قدام، وأوس هنا جاية بمعنى ليه. يعني لو حطيناها في بعضها هتبقى للأمام. وممكن نقول gehen Sie geradeaus يعني اذهب حضرتك للأمام مباشرة، وجيهن يعني اذهب، وزي يعني حضرتك. ولو احنا عايزين نسأل بطريقة مهذبة هنقول في أول السؤال Entschuldigung، يعني هيكون السؤال على بعضه Entschuldigung wo ist der Hauptbahnhof. طبعا لو احنا عايزين نقول ان محطة القطار في اليمين او في الشمال هتبقى الجملة زي ما هي، بس هنشيل كلمة geradeaus ونحط مكانها لينكس أو غشتس. اكتب كام في الكومنت لو شفت الفيديو لآخره، وما تنسوش بقى لايك اند فولو. باي باي، تشيس.